المود نعرف احنا ليش اصلا نحب نصنع محتوى. اليوم انا ما راح احكي لك شلون نصنع محتوى، ان انا ما اعتبر نفسي صانع محتوى. انا مجرد هاوي انه افتح كاميرا مثل هذه اللقطه واحكي اللي بقلبي، ولا راح تشوفون في يوم انه انا اقعد انشر محتوى ما يليق بيه. بصراحة هذا هدفي هو من صناعة المحتوى، انه اقعد انشر محتوى يفيدني ويهمني ويفيد اغلبية الاشخاص اللي يتابعوني. عمود نقيس صانع محتوى مهم او لا، نقدر نقيسه من ايجابياته او سلبياته، او هذا الشخص نفسه ايش قد قاعد ياخذ منك وقت وايش قد قاعد تستهلك انت من وقتك على مود تتابع هذا الشخص. مثل ما تدرون انا قبل فترة نزلت لكم مقطع اللي هو هذا، انه شلون افتح كاميرا واقعد اسولف، واساس هذا المقطع انه صارت لي فد مشكلة او حادثة افتح كاميرا واقعد اسولف. وهذا تعتبر من صناعة المحتوى اللي هو يكون بدون هدف، مجرد توعية أو معرفة. ومثل ما قلت لكم أنا اليوم ما أقعد أقول لك شنو صناعة المحتوى، لأن أنا ما راح أعتبر نفسي أصلا صانع محتوى. أنا مجرد شخص أفتح كاميرا وأحكي اللي بقلبي، بس على المود نحول هذا الحكي إلى حكي مفيد يفيدنا. فلازم نعرف ليش انت اصلا قاعد تتابعني؟ ليش انت قاعد تصرف وقتك المهم بمتابعة اشخاص انت اصلا ما تعرف، او اصلا هم ما راح ياثرون عليك بحياتك؟ للي ما يعرفنا انا حمزة والرج، طالب بايران كنت ادرس وحاليا هم ادرس. طيب حمزة، شلون كنت تدرس وشلون حاليا تدرس؟ انا قبل كنت طالب ماجستير وهسه طالب دكتوراه بطهران في تربية مدرس. وهدفي من هالقناة انه اقعد احكيك عن ايران، عن جمالها وعن كل شيء يدور وياي. بس لسوء الحظ قامت الحرب، وهسه حاليا بصراحة مشتاق اروح لايران بس ما اقدر. بس احنا موضوعنا المهم انه ليش حمزة انت تفتح كاميرا؟ ليش اصلا تقعد تسولف؟ وهل من المهم انه تقعد تسولف؟ ايه يا عزيزي، من المهم انه اقعد اسولف لان انا احس سوالفي حلوة. لا مو حلوة، ايه حلوة لان بصراحة سوالفي واقعية، سوالفي تمس بالواقع. انا مو من الاشخاص اللي يجمل لك الاشياء ويسوي لك اياها بيرفكت مثل ما قلتها بيرفكت. الاشخاص اللي يحجون نص عربي نص انجليزي ويسوي لك الدنيا وردية. انا شخص جدا بسيط وقواعي شوي لله الحمد، وكل همي انه يخلص اليوم والله عز وجل يكون راضي علي. طيب وين هدفي اوصل بصناعة المحتوى؟ بصراحة أنا لما فتحت كاميرا ولما بلشت أصنع محتوى مو اليوم. أنا 2019 تقريبا فتحت قناة، أول قناة إلي، بعدين ضربة سترايك، بعدين فتحت قناة ثانية، بعدين ضربة سترايك، بعدين هواي قنوات. بعدين لما بلشت إنه أفتح كاميرا، أنا أصلا من زمان أحب أصور، أحب أشياء أصورها، أحب أشياء كذكرى. بس قلت خلاص ليش ما أقعد أشاركها للأشخاص اللي يعنوني. لان دائما لما اقعد اصور، سوينا جروب بالواتساب، سوينا جروب بالتليجرام، الشباب دزوا لنا فيديو، دزوا لنا بصوره، خلينا ننشر والكل يشوف مو احسن؟ ومن هنا بلشت تقريبا صناعه المحتوى. قبل كنت لما انشر بالاسبوع مره، باسبوع مرتين، 3 4 اسابيع تنتهي النشر وبعد ما انشر. تقريبا لما رحت لايران الروحه الاخيره، طبعا رحت هواي مدن ما شاء الله، لان نزلت بطهران ورجعت القوم والنوب بطهران والنوب كاشان والنوب الاصفهان والنوب طهران والنوب المشهد والنوب الايلام. اي اتوقع الايلام يومين ونوب رجعت للبيت. ففريت فرة كبيرة من الصيران. صح صورت قليل ويمكن نزلتكم 3 مقاطع، وها كانت يمكن احلى سفرة لي بايران. طبعا هاي رجعت تقريبا يوم 17 12. بس انا مثل ما قلت لكم انا احب اصور، احب انشر الاشياء اللي احب اصور الاشياء اللي احب. انا شخص جدا بسيط، راح تشوفون انه طبيعي انه اصور اشياء طبيعية عادي. يعني شيل الكاميرا، صور، احكي اللي بقلبي وارجع الكاميرا والسلام عليكم. ليش حمزة سويت هذا المقطع؟ هذا المقطع الثاني من هالنوع. صراحة سويت هذا المقطع صار لي يومين تقريبا ما جاي نوم. صح يعني تعرفون اجواء رمضان النوم قاعد يعني مو طبيعي، انه قاعد ياثر علي هواي. فوراها سويت اني طبعا وين تقضيها على السوشيال، فتقضيها شويه يوتيوب، شويه انستغرام، شويه تيك توك، انه ترجع يوتيوب انستغرام تيك توك يوتيوب انستغرام. فهاي الدوامه اللي عايشينها بصراحه عايشينها من العدم. احنا جاي نعيش نفسنا بدوامه مو طبيعيه، قاعد نستهلك وقتنا بشكل مو طبيعي. طبعا اولهم انا ما اعرف. يعني هسه قبل شوي صفنت عن نفسي، اليوم شنو انجزت؟ اليوم ما منجز شيء، قعدت متاخر من النوم لحد ما صحيت لحد ما انجاز صفر. اهم نقطة بهاي الحياة هو الوقت. احنا ليش قاعد نضيع وقتنا؟ ليش قاعد اضيع وقتي باشياء اصلا ما تعني لي؟ انه اتابع اشخاص اصلا ما راح يقدمون الي كثير. يعني اشخاص اذا تابعتهم او لا مو مهم. احب اتابع اشخاص يضحكوني، اما انا اقعد اتابع 6 ساعات على شنو ما اعرف، اصلا لا ضاحك ولا مستمتع. بس ليش يا عزيزي احنا قاعد نضيع وقتنا؟ وانت اصلا ليش قاعد تتابعني؟ وليش انا اصلا قاعد انشر؟ وليش قاعد احنا كنا نصور؟ لما نعرف ليش اقول لكم. يا اخي شاركوني بالتعليقات، اريد اعرف شنو اللي قاعد يصير ويانا. وبس. انا حمزة والريج.
السلام عليكم.